السلام عليكم ورحمة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. ركب سماعتك يا مان، الشباب ديل شكلهم كده مستعجلين شديد يا أصلي. ركب سماعتك، ليتس جو. بروفة ستار في الميديا، ما في هزار، في البنية مقدار طارق لأي زول. عزيزي المتابع، شوف انت داخل السودان او خارج السودان، عندك عمك كبير، خالك، ابوك، عمك، زول كبير في البيت قال لك جيب لي تليفون، اوعى تقص تجيب له تليفون، لانه امورك انت حتجود وامور ناس البيت حتجود واموره هو حتجود. عمك علي، انا الشيء المحيرني انت مشكلتك شنو مثلا؟ يعني انت مالك مشكلتك شنو؟ Father's Day. اها البرد. طيب يا عمك علي، انت علاقتك شنو بالبرد مثلا؟ او يعني مالك انت البرد شنو؟ انت مشكلتك شنو مع البرد مثلا؟ انت زي شكلك ده يعني لما الشتاء يجي انت مفترض ذاته يعني يدخلوك في كراكون عديل يعني. وها مشكلتك شنو؟ دار توريني شنو يعني مثلا؟ هات الكهرباء دي. يا زول ايوه، دار تورينا، قلت لي غمزة العين. يا سلام يا اخي، والله يا اخوانا عشان كده قلنا لكم ما تجيبوا التليفونات للناس الكبار زي ديل. والله صحيح. كويس، يعني حسي ده ما بيعرف انه هو الناس العالم ده كله بيتفرج في الشيء ده، وفاكر انه الشغله دي جوا البيت وحاجه كده قريبه بس. بموت. لا دقيقة، عمرك كام؟ ده تعمل شنو انت؟ كبيس يا عمك احمد يا. طبعا يا اخوانا جميع الخبراء وجميع شريبين البونغو وجميع مروجي المخدرات اجمعوا على انه المخدر الذي ابتلعه عمك احمد لا يوجد مثله ثانيا في جميع انحاء العالم. فلذلك عمك احمد يقوم بجلنطيات عجيبة لا مثيل لها في الحياة. اسمع يا ملك الابيض ده خايف يرميني يا راس. لازم ما تروح قدام. يا سلام، إنه يراوق الحياة بطريقة غير مباشرة. فلذلك يا أيها الشباب، كل أي شوغر دادي لقيتوه في التيك توك احذروه. لا يوجد حلال غير ذلك. خدهم انت قاعد ساير، ربنا سلط علينا العواليك دي. هات الكهرباء دي.